هلو هلو يا حلوين. معاكم هنا سمير، ودي قناتي ألذ وأطعم مع هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك وكومنت حلو. احنا النهاردة هنعمل تتبيلة حلوة جدا. معانا فرخة كده مقلبظة شوية، معانا بصل، معانا فلفل، ومعانا طماطم وقطعة زبدة. الوصفة دي أنا بسميها وصفة تتبيلة الفراخ بالكزبرة وال ودبس الرمان. هنحط معلقة فلفل أسمر، شوية توابل خشنة، ومعلقة زبدة، ومعلقتين كزبرة، وده أساسي في الوصفة. معلقتين كبار دبس رمان، معلقة توم، شوية خل، وهنضرب الكلام الحلو ده مع بعض. وشمي بقى الروايح. شايفين الجمال؟ شايفين التتبيلة شكلها عامل ازاي؟ تحفة جدا. انا كان عندي بردك كزبرة خضرة حوالي نص واحدة كده، حطيتها فيها. هنا معانا الفرخة دي مغسولة كويس جدا ومنقوعة، وبنشفها بمناديل خالص، مش عايزة فيها مية. شايفين؟ بنفس الطريقة كل الزيادات شايلها منها، ومفتحاها تفتيح تحت الجلد. أنا فاصلة الجلد عن اللحم خالص عشان أوصل التتبيلة لكل حتة في الفرخة. على قد ما أقدر هوصل كل التتبيلة. تمام كده. شايفين؟ أنا فاصلة الجلد خالص، يعني أنا فاصلة حتى عن الورك تحت، أنا فاصلة. هبتدي أكتفها كده بالطريقة دي، وعلى فرن ساخن 180 رف أوسط، وهغطيها بورق زبدة وورق فويل، واحطها على الفرن درجة لمدة ساعة الا ربع. ساعة الا ربع هفتح عليها اشوفها استوت ولا لا. استوت وتمام، هشيل ورق الفويل ورق الزبدة واشغل الشواية. ما استوتش يبقى هسيبها شوية لغاية ما تاخد راحتها في السوا، وهتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين عاملة ازاي؟ جميلة جدا، والطعم مش عايزة اقول لكم غريب وجديد وحلو. الخلطة نفسها جديدة، جربيها ومش هتندمي. واعملي بقى جنبيها مكرونة بشاميل، اعملي جنبيها لازانيا، اعملي جنبيها صينية جلاش، صينية رقاق، اللي انت تحبيه. جنبيها مكرونة سباكيتي، اي حاجة تحبيها بتبقى خفيفة وحلوة وسريعة، ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود. يا دوبك انت هتتبليها وتدخليها الفرن، يعني مفيش وقت ولا مجهود. مستنية ريفوهاتكم الحلوة، ونزلوها لي على الصفحة بتاعتي وتابعوني، وكومنتات اشوف رأيكم ايه. دمتم مزاز وأمارات. باي.